واش بصح ولا كذوب؟ كنز قديم ولا حكايه مفبركه؟ قضيه بنسنس ما بقاش غير حلقه على اليوتيوب ولا ملف شائك، دخلت فيه جمعيات السلطات وحتى العائله ديال القائد الراحل البوهري. شنو وقع وكيفاش فيديو خفيف على السوشيال ميديا ولا حديث البلاد؟ في هذا الفيديو غادي نغوص معكم في واحد القضيه اللي شعلات اليوتيوب والفيسبوك ونحاولوا نعرفوا شنو بصح وشنو اللي كذوب. ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. يلا نبداو. اخر فيديو لحت بنسنس انه قال لقى كنز وسط قصر مهجور فيه بعض الكتابات غريبه والذهب والزئبق الاحمر. الفيديو ديال البوز الملايين ديال المشاهدات والتعاليق بالالاف، ولكن ماشي كلشي صدق القصه. الناس لاحظوا ان كاين تناقضات خصوصا في المخطوطه اللي عرضها. الصبع ديالو كان في الاول انه فيه واحد الضربه، وفي اللقطه اخرى رجع انه ما فيه والو. شي وحدين قالوا هذا الشيء تمثيل وهذا الشيء راه مبالغ فيه بزاف. واحد السيد خرج فيديو قال هاد الكنز راه اصلا ديال بنسنس، هو اللي حطو وصور الفيديو. القصر اللي تصور فيه هاد الكنز كيرجع للقائد اللي معروف عهد الحسن الثاني، القائد العسكري البشير البوهري. هذا الراجل اللي لعب دور كبير في انقلاب الصخيرات، ولكن المشكل هو ان هذا الاصل ديال هذا القصر فيه غموض. واش فعلا ديال القائد البوهري ولا ديال جدودو ولا شي مقاوم؟ من اول لقطه في الفيديو تبين لنا انه فيه زليج، ولكن الزليج اللي باين عليه انه جديد وبالضبط من السبعينات وطلع. الزليج التقليدي كيركبوا حبه حبه وكيكون خاشن وما فيهش رسومات كامله. اما داك اللي بان في الفيديو كيبان مصنع، وهذا الشيء كيطرح واحد السؤال: واش فعلا هذا القصر القديم ولا فيه اضافات معمره مؤخرا؟ هذا الشيء مهم باش نفهموا واش الفيديو يوثق شي اثار تاريخي ولا غير بلاصه معمره. بنسنس استعمل جهاز كارت A 150 اللي الثمن ديالو وصل تقريبا 4000 درهم، اللي معروف عند المبتدئين، ولكن هذا الجهاز ما تيفوتش 20 سنتيم في العمق. يعني واش يعقل ان قائد في مقام البوهري يدفن كنز اللي بملايين تحت 30 سنتيم تحت التراب؟ هاد الشيء راه ما يصدقوش. في البدايه بين واحد السيد انه كيهضر على اللعنه ديال الكنز، انه شد هذاك الشيء تاع اللويز والذهب، مشى على الطلبه قال لهم لك خوكم هذا الشيء بغيتو ياكلوا التراب، ما يتجبدش ولو نموت يبقى ياكلوا التراب. تعاونوا معاه رصدوا لي هذاك الشيء في الارض. هو اش دار؟ رسومه الوثائق اللي كتبوا الطلبه باش تجبد هذاك الشيء تحت الارض، هو حراقهم وبقى داك الشيء كلشي هنا. فقا اللي كتبوا وثائق باش ما يتجبدش هذا الكنز، ولكن الجزء تيتقطع من الفيديو الاصلي. وزاد تعمد يخلطوا بين القصر اللي في ازيلال والقصر الاخر ديال القائد عيسى بن عمر اللي جا في النواحي ديال اسفي. هذا الشيء كيدل على حاجه وحده، ان هذا الفيديو مفبرك، على الاقل راه مختلط بالاحداث. وقال بانه لقى جوج اوراق ديال الفرعونيه، ولكن الالوان اللي فيها المعالجه ديال الاوراق ماشي من زمن الفراعنه. الفراعنه كانوا كيرسموا بالحجر والفحم، والاوراق ديالهم كيكون من النبات البردي وتيكون خشن وضعيف. هاد الاوراق اللي بانوا كيبان فيهم انهم فيهم بلاستيك، والتصميم هو تيكون عند السياح. وبصراحه راه تتباعوا في علي اكسبريس ولا اي باي بشي 60 و 70 درهم. المغاربه صدقوا ان الكنز ساهل باش تلقاه، ولكن الحقيقه انها مره تنقيب في المغرب مكلف ويتكلفوا به الشركات العالميه. هنا غنطرح واحد السؤال اللي مهم: واش فعلا ممكن تلقى شي كنز في شي بلاصه وتخلي لو تصور شي فيديو وتخليه عندك؟ شنو تيقول القانون المغربي؟ القانون المغربي تيقول الا كان الكنز مدفون في الارض ديال شي شخص، فالكنز كيتقاسم بين اللي لقاه وبين المالك الارض، وكل واحد كياخذ 50% 50%. اما الا كان الكنز في الارض ديال الدوله بحال شي غابه ولا شي بحار ولا منطقه عسكريه، الدوله هي اللي كتولي ملك الكنز. هاد الشخص اللي لقى الكنز كيتعطى له واحد غير مكافاه صغيره وماشي نص. واي حاجه عندها علاقه بالتراث الثقافي او التاريخي كتولي ملك الدوله كيف ما كان الامر، وهذا الشيء تحت المنظمه ديال قانون الاثار. ويمكنك تبيعو. الكنز فيه قيمه اثريه او تاريخيه، مي كيتباع ما كيتشرى، كيخضع لمراقبه وزاره الثقافه، واي محاوله تهريب او البيع ديالو كتعتبر جريمه، العقوبه ديالها كتوصل للحبس والغرامه. الا لقيتي الكنز خاصك تبلغ السلطات، القياده او الدارك في اقرب وقت، ولا خبيتي ولا حاولتي تهربو تدخل في الخانات الجريمه اللي كتولي متابعه قانونيا. الخلاصه من هادشي ان لقيتي الكنز في دارك كتقسم معك الدوله، لقيتي عند شي واحد كتقسموا بيناتكم، لقيتي الكنز في الارض ديال الدوله كتاخذو انت كتاخذ مكافاه. يمكنش تخبيه ولا تبيعه بلا تصريح، وخاصك تعلن عليه فورا من تلقاه. بنسنس قال ان لقى كنز وسط قصر مهجور، ولكن حسب العائله ديال القائد البوهري داك القصر راه ملكيه خاصه ديال جدودهم ومعروف بنعيات اقليم ازيلال. قدموا شكايه رسميه ضد بنسنس، قالوا باللي انه تعدى على الملكيه ديالهم
وصور بلا اذن واستعمل اسم القائد التاريخي. الفيديو حسوا بان كاين اساءه مباشره للسمعه ديال العائله. في تدوينه نشرها رشيد البهدوز على حساب رسمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصف الناشط امازيغي وعضو المجلس الوطني لحزب الاصل والمعاصره ان ما فعله بنسنس هو تخريب جدار اثري، بانها عبث خطير يستجوب متابعه قضائيه. راه كيحفز الشباب يطيحوا في تخريب المواقع الاثريه بدافع الطمع، وغادي نخسروا التراث ديالنا غير باش شي واحد يجيب البوز. واش فعلا بنسنس كان ناوي يدير الضرر ولا غير تصرف عفوي ما فكرش في العواقب؟ الناس اللي كيعرفوا قالوا انه انسان طيب ماشي ديال الخداع، وربما زاد فيه شويه ولكن ماشي بنيه خيبه. الناس تقسموا الارائين، كاين اللي شاف انه عمل جريء كيسلط الضوء على التراث، وكاين اللي شاف انه تصرف متهور ومسيء. ولكن وسط هذا الجدل كامل باقي ما كاين حتى شي بلاغ رسمي من الدوله تاكد لنا واش داك الكنز بصح ولا كذوب. القضيه اليوم بين القضاء وحتى واحد من فوق القانون. المغزى هنا ماشي ندينو بنسنس، ولكن نفيقوا ان التراث ماشي ديال الضحك وماشي ديال اللعب ولا ديال البوس. هنا غتكون كملت الحلقه ديالنا. ما تنساوش تخيلوا رايكم في التعليقات، وشنو بان لكم في القضيه؟ واش كتظنوا ان بنسنس دار شي بنيه صافيه ولكن خاصو يفكر مزيان قبل ما يشارك الفيديو؟ الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش دير لايك وسبسكرايب. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. يلا الله.